ود الحاسد لو ينزع كل نعمة تمر عليك لا تقع عليك. مجرد نعمة، لو أن الغيم، شوف الغيم الذي يظلك من الحر مر عليك، يود الحاسد أن ينزعها. لهذا الله عز وجل أوجز لك وصف الحاسد: إن تمسسكم حسنة، قال مس، هكذا مس، فقط مس، تسؤهم، يتضايقوا. لهذا من علامات الحاسد أن يتضايق بالنعم التي تحيط بك، حتى وإن كان أعلم رجل أهل الأرض وأتقى رجال الأرض. إذا وجدت الرجل يتضايق من نعمة لا لفكر أو منطق، يتضايق فقط من نعمة، هذا أعطوه كذا وما يستاهل، هذا راتبه كذا وما يستاهل، اعلم أنه حاسد، اغسل يديك منه. لأن الله عز وجل يقول: إن تمسسكم حسنة، فقط مس، هكذا، يعني ما أصابتني وإنما مرت علي، تسؤهم. ثم قال: اسمع، وإن تصبكم سيئة، قال تصبكم، لماذا لم يقل وإن تمسسكم؟ والأصل الأصل في القرآن أن يقول الله عز وجل وإن تمسسكم سيئة، لكن لماذا قال وإن تصبكم؟ إذن لماذا قال تصبكم ولم يقل تمسسكم؟ وفي الحسنة قال تمسسكم، لماذا؟ قال أهل العلم: لأن الحاسد يريد أن يتيقن هل أصابتك أم لا. يعني لو مرت مست هكذا السيئة لا يستريح، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ يفرح بها. إذن لماذا قال وإن تصبكم سيئة؟ قال أهل العلم: يريد أن يتيقن أنها أصابتك أم لا. لهذا والله مثلا فلان وقع معه كذا، لا مستحيل، وقع، كيف نتأكد؟ هذا علامة الحاسد، واضح هذا. لهذا هنا قال تمسسكم، لأنه ود ظل الغيمة أن ينزعها عنك، واضح. وهنا قال تصبكم، يريد أن يتأكد هل أصابتك أم لا. نسأل الله أن يكفيني وإياكم شر الحساد.